السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحباء وأعزاء محبة ومتابعي عالم الفلك والأبراج والأرقام. تحية طيبة مني لكم. هتسد ديونك قريب. 4 أبراج فلكية لديهم انفراجة قوية الأيام المقبلة مع خبيرة الأبراج نيفينا بوشالة. وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج نيفينا بوشالة، هناك 4 أبراج فلكية ستشهد انفراجة قوية في الأيام المقبلة، مما سيساعدهم على سداد ديونهم والتخلص من الأعباء المالية. وأول برج معانا يكون برج الأسد. يشهد مواليد برج الأسد فترة من الانفراجة المالية، حيث تتاح لهم فرصة جديدة لتحسين دخلهم وزيادة أرباحهم، وقد يحصلون على مكافأة مالية أو فرص عمل جديدة براتب أعلى، مما يساعدهم على سداد ديونهم وتحقيق الاستقرار المالي. تاني برج معانا برج الثور. يتمتع مواليد برج الثور بقدرة كبيرة على إدارة الأمور المالية، مما يساعدهم على التخلص من الديون المتراكمة وتحقيق الاستقرار المالي. وتالت برج معانا يكون برج الجدي. يتميز مواليد برج الجدي بالجدية والاجتهاد في العمل، مما يجعلهم قادرين على تحقيق النجاح المالي وسداد ديونهم. ورابع برج معانا والأخير هو برج الحوت. يتمتع مواليد برج الحوت بحسهم الإبداعي وقدرتهم على التفكير خارج الصندوق، مما يساعدهم على إيجاد حلول مبتكرة لمشاكلهم المالية. هنضيف بعض النصائح من نيفينا بوشالة. التخطيط المالي: يجب على مواليد هذه الأبراج وضع خطة مالية محكمة لتجنب وأولويات وتخصيص الموارد بشكل صحيح. الاستثمار: يمكن التفكير في استثمار الأموال في مشاريع مربحة لزيادة الدخل وتحقيق الاستقرار المالي. تجنب الإنفاق الزايد: يجب تجنب الإنفاق الزايد على الكماليات والتركيز على الضروريات. أي دي كانت كل توقعاتنا. دمتم في أمان الله وحفظه.